النهاردة هنعمل مع بعض اللازانيا من المكرونات الخفيفة واللذيذة، وهنعملها بحشوة اللحمة المفرومة. والمكرونة اللازانيا دي أكلة إيطالية شهيرة جميلة جدا، وهنعملها مع بعض وهتبقى أحلى من المطاعم، وهنعملها من غير جبن. وبصي بقى جمال الطبقة اللي فوق بتاعة البشاميل اللي من غير جبن، واللازانيا بتاعتنا كمان استوت وجميلة جدا. ولو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا هنبتدي. اول حاجه كده في طاسه على النار، فيها هنا زيت وفيها مكعبين من الزبده وبصلتين كبار مفرومين. هنزل الزيت والزبده يسخنوا، هنزل كده بالبصلتين الكبار بتوعي كده المفرومين، وهقلبهم لحد ما يدوني اللون البني ده. احنا كده بنعصج اللحمه المفرومه بتاعه اللازانيا. والنهارده هنعمل المكرونه اللازانيا بربع كيلو من اللحمه المفرومه، يعني اكله النهارده بتاعتنا اقتصاديه. افك كده بقى اللحمه زي ما انتوا شفتوها كده لحد ما تديني اللون البني ده. وبعد كده هضيف عليها ملح وفلفل اسود، مش هحط بهارات كتير، وهقلبها. وبعد كده هضيف ليها الصلصه. اللازانيا لازم بنعملها اللحمه المفرومه بتاعتها لما نعصجها نعملها بالصلصه، وبيبقى ليها صوص كده عشان تستوي معانا المكرونه. هو ده اللي هيسوي لنا المكرونه بتاعتنا. هنا بقى كده 5 معالق من الصلصة، وضفت وسبتها بقى كده. انا الصلصة دي كانت عندي في الفريزر انا عاملاها. وبعد كده ضفت معلقة كمان كبيرة من الصلصة الجاهزة وقلبتهم كده مع بعض. وهنا كمان حطيت معلقة صغيرة من البابريكا. كل ده كده بيعزز اللون معاكي، وتبقى كده محمرة. وانتي يعني لو حسيتي ان اللحمة معاكي مش مظبوط، يعني اللون بتاعها خفيف مش محمرة، ضيفي تاني. هنا بقى عشان تدينا كده صوص ويبقى ليها صوص كده اهوت زي ما انتوا شايفينها هضيف لها كده كوبايتين من المية السخنة. واهم حاجة المية بتاعتنا تبقى سخنة، وهسيبها كده بقى على النار لحد ايه ما هتغلي غلوة واحدة، وبعد كده اطفي عليها. كده بقى هنا هنبتدي نعمل صوص البشاميل. هنا 10 معالق زيت على زبدة، او 10 معالق زيت على سمنة، وقصادهم بيبقى 10 معالق دقيق. ضفت كده الدقيق وبالتقليب بقى مستمر كده ولحد ما الدقيق يديني اللون الاصفر الفاتح ده وريحته تطلع معايا. بعد كده جبت كيلو وربع من اللبن، وهضيفه عليه بالتدريج. ايد كده بتقلبي بيها، وايد بتضيفي اللبن بالتدريج عشان ما يعملش معاكي اي تكتلات. كده ضفت كمية اللبن كلها. والصوص بقى البشاميل بتاع المكرونة اللازانيا بيبقى معانا خفيف، وايدك بالتقليب كده فيها باستمرار عشان ما يعملش تكتلات معاكي. انا ضفت هنا بس مكعب من مرقة الدجاج، بس انا كنت يعني مكسراها، وضفت ملح وفلفل اسود بس. وايديا بقى بالتقليب كده باستمرار زي ما انتوا شفتوها كده عشان ما تعملش اي تكتلات. واول ما هتبقبق كده معاكي وتغلي كده خلاص البشاميل بتاعنا كده استوى. وطبعا شفتوا القوام بتاعه بيبقى خفيف. هنا بقى هنجهز مع بعض بقى المكرونة. هنا الصينية بتاعتي دي وسط، وانا ضفت هنا فيها دهنتها كده بالسمنة. وديت المكرونة اللازانيا بتاعتنا بتاعت الملكة. هضيف بقى اول حاجة كده طبقة من البشاميل عشان المكرونة متلزقش معايا وتتحرق اهي. وهوزعها كويس جدا كده في الصينية. بعد كده هضيف طبقة بقى من اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها مع بعض كده اهي. وهبتدي برضو هسويها كده في الصينية. بعد كده هنبتدي بقى نضيف شرايح كده ايه المكرونة اللازانيا اهي زي ما انتوا شايفينها اهي. وعملناها كمان كده تعتبر النهاردة من غير سلق ولا اي حاجة، وكانت مستوية وجميلة جدا. وحطيها كده فوق بعضها المكرونة، مفيش اي مشكلة، بتديكي طبقات حلوة يعني، وبتبقى برضو مستوية وجميلة. حطينا بقى اول طبقة كده في الصينية، رصيناها كده اللازانيا اهي. بعد كده هناخد بقى هنحط طبقة من اللحمة المفرومة، وتسويها بقى في جميع الاتجاهات في الصينية وفي جميع كده الجوانب بتاعتها. بعد كده هنضيف بقى طبقة من البشاميل. وبتفضلي بقى تكرري ايه الطريقة دي يعني تكرري كده نفس الخطوات بنفس الطريقة ديت كده. بعد كده هساوي برضو البشاميل كده من الحروف وفي جميع برضو الجوانب كده. بصوا البشاميل مش تقيل قوي ولا خفيف برضو ايه قوي.
بعد كده هنضيف بقى طبقات تاني من المكرونة اهي، زي ما انتوا كده شايفينها اهي، برضو فوق بعضها مفيش اي مشكلة عادي. وهنضيف برضو طبقة من اللحمة ونسويها. انا مرضتش هنا اقطع المقطع بتاع رص المكرونة، علشان بقى لو انت اول مرة عايزة تعمليها تبقى يعني كل الخطوات كده معاكي ومظبوطة. هنضيف كمان طبقة بقى من البشاميل ونساوي. اخر حاجة بقى كان معايا ايه كام واحدة كده برضو من اللازانيا، بقى هغطي بيها بقية الوش بقى الصينية. خلاص كده دي اخر طبقة معايا، هي كانت فيها هنا واحدة مكسورة. بصي برضو حتى لو مكسورة هتحطيها كده بنفس الطريقة مفيش مشكلة. وكان في بقى اتنين كده زيادة، انا هحط واحدة كده من الجنب ده وواحدة من الجنب التاني. وكده بقت هتبقى بقى جاهزة معانا. بس اخر حاجة بقى هنعملها ايه، هنحط كده طبقة برضو تاني من اللحمة، وهنسويها برضو في الجناب، في الجناب كده وكل الصينية زي ما انتوا كده شايفين. واخر حاجة بقى خالص خلاص هتبقى ايه، طبقة البشاميل بتاعتنا. احطها بقى وهسويها برضو كلها كده ايه من على الوش اهي زي ما انتوا شايفين. وبصوا كده شكل الصلصة طالعة مفيش مشكلة، دي اللي هتفرقها بينها وبين المكرونة البشاميل. وبعد كده بقى بحطها في الفرن متسخن مسبقا، يعني مسخناه من قبل كده وعلى درجة حرارة 180 او 190 على الرف اللي في النص، بس بنزله فوق الفرن على طول. تمام. وهتاخد معاكي كده من 45 دقيقة، من 40 كده ل45 دقيقة. ممكن بتختبريها كده ببوز السكينة، لقيتيها حلوة ودخلت معاكي كده على طول، المكرونة بتاعتك تبقى تمام كده واستوت وبقت تمام. ما استوتش بتسيبيها تاني تكمل السوا بتاعها. وبعد كده بقى بطفي الفرن بعد ما تستوي واشغل عليها الشواية. تمام. بصوا هنا بقى الجمال بقى كده بتاعها عامل ازاي. انا سبتها هنا هدت بقى كده شويه، وابتديت بقى ان انا اقطعها كده اهي زي ما انتوا شايفينها، بس سلكت كده الجوانب بتاعتها الاول عشان تطلع معانا بكل سهوله. بصوا بقى طلعناها، وبصوا وش البشاميل عامل ازاي جميل، والطبقه بتاعته حلوه وجوسي كده وحلو ومش ناشف معانا ولا حاجه. وبصوا الطبقات بقى بتاعت المكرونه مستويه وجميله. يا رب النهارده يكون الفيديو النهارده عجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم فيه. وما تنسوش بقى تعملوا اللايك، واستنوني في فيديوهات جديدة تاني ان شاء الله. مع السلامة.